يا صباح الورد والياسمين، كيفكن صبايا؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية يا رب. طمنوني كيفكن انتوا على هالرمضان، ان شاء الله تكونوا ما بتحسوا بالوقت، عم بيكون كتير سهل عليكم. كمان شاركوا معي بتعليق صغير خليني اشوف شلون. لانه مثل ما بنعرف من بلد لبلد اكيد الساعة بتكون مختلفة، سبحان الله. مثلا سوريا مختلفة عن تركيا، هون نفس الشي. نحن عنا هون عم بيأذن الساعة 8. بس انا بما اني معودكم دائما اكون صريحه معكم، صدقوني بكون عم بكذب زي بقولكم انه ما بحس بالوقت، كتير بحس بالوقت ومرات بحس بالصعوبه. هلا اذا الاولاد بكونوا معطلين نوعا ما لاني ما بطلع من البيت، بصير في نوع من الراحه. اما اذا بيكونوا هن طالعين على المدرسه وعلى الروضه بقى من غير شر، لما انا بدي ارجعهم بصير في تعب. لاني اول شي بدي اخذ الصغيره، بعدين بدي اعدي على نايا، ويا بتلحقي الباص يا اما لا، اذا ما لحقتي رح تضطري ترجعي مشي وبتكوني صايمة. الله يسهل علينا بهالأيام الفضيلة يا رب. وادعوا كتير، ادعوا، لأنه صدقوني أنا بحس حالي يعني بجوز أنتي بلحظات تدعي لك دعوة تكون أبواب السماء تكون مفتوحة. الله يفرج عليكم وعلينا يا رب. خليني اليوم أحكي لكم عن إفطاري اليوم صبايا. طبعا أنا كان عندي عزيمة الليلة اللي قبل بعد ما خلصنا الإفطار صبايا. أنا هون جبت اليبرة، قلت خليني هيك أقعد ألف منه بتسلى فيه. بس اليبرة شلون سبحان الله ما بياخد معك وقت إذا بيكون نوع الورق العنب كتير منيح. هذا الورق اللهم صل على سيدنا محمد بنات كان نوعه ممتاز أكتر من الرائع. حتى أنا المطربان يعني عارضته، إذا بدكم أنتوا تاخدوا الصورة تجيبوا أنتوا منه بنصحكم فيه. جربت كتير من الأنواع ما حسيتها كتير منيحة، مثل مطربانات البلور. في بيجوا بالفلين او بالصفات كمان، هذا ما حسيته منيح. هذا المطربان حسيته اكتر من الرائع، ما بتتعذبي بلفه. ما شاء الله يعني الاوراق كلها كل ورقه بتكون محافظه عن الثانيه. فالصبح طالعت انا اللحمه اللي بدي احطها تحت اليبرة، تخلي هيك هي شوي تدوب مشان انا ابلش اطبق الورق العنب على الغاز. شفتوا الورق العنب يعني بياخد وقت، بقى انا كل ما حطيته على الغاز على وقت كل ما كان احسن. وكنت عامله اليبرة هذا حلبي. مثل ما انتم بتعرفوا انه لحمه فلفل اسود توم انا بحط له على فكره بالحشوه، بطلع شي ناهي يعني. مختلف عن اليبرق الكردي. انا كتير بحب اليبرق الكردي. اليبرق الكردي بكون فيه خضره زيت يعني. الخضره اللي انت بتحبيها فيكي انت تضيفيها. بقى سبحان الله، انا بالعزايم بفضل اني اعمل الحلبي اكتر. وانا عم بحضر الافطار بنات احكي لكم شغله ما بتصدقوا والله العظيم، انا طول الوقت اتذكر اجواءنا نحن العزايم لما كانت تصير عن بيت جدي. سبحان الله، يعني لما قد ايه بتكون حلوة. القعدة الجماعية هيك بتفتح شهيتك على الأكل، بالأخص بالرمضان. مو بتلاقي إنه في أكلات سبحان الله ما بتخلق غير بشهر رمضان. عندك مثلا مثل المعروك، العزايم، الأكلات المميزة، المحمرة تبعية الكعك. في شغلات كلها بتكون هيك للرمضان هي. هون نحن كنا صغار، بقى كان بيت جدي الله يرحمه طبعا ويجعل مسواه الجنة. هيك اليوم حبيت أذكر هذا الفيديو لأني لما كنت عم بطبخ تذكرت خطوة بخطوة. كان عنده حوش عربي، حوشه كان كتير كبيرة وبتاخد العقل، كانت مليانة زريعة دور مداراتها. طبعا الحوش يمكن كان، مو يمكن أكيد كان طابقين، بس الثالث ما كانوا مزبطينه، هذا اللي عم بتذكر أنا. المهم أول يوم من رمضان كنا كلياتنا العيلة الكل يجتمع ببيت جدي. هو هذا اليوم اني خلص الكل بده يجيبوا اولاده ويروحوا يفطروا هنيك. هي السفرة يا بنات قد ما لكم كانت اللهم صلي على النبي انه كانت طويلة. هالولاد هالكبار كلاتهم مجتمعين على هالسفرة. هيك انت تناولي مثلا سكبيلي هيك عملي لي هيك تحتاري انت بالاصناف من كتر ما تكون كتيرة تاكلي. انا بحس هذيك الايام عن جد كانت مميزة كتير بالنسبة لإلي. يعني سبحان الله، بقى نحن كل ما بيجي ايام رمضان بنقول لها ماما بتتذكر انه بيت جدو كنا هيك نعمل قعداتهم كانت حلوه سبحان الله. بالصيف كانوا هن يروحوا على الضيعه، هلا نحن كتير كان قليل نطلع على الضيعه. بس لما كنا نروح عقد ما كان جدي مثلا اخلاقه كانت كتير منيحه معنا او كان حنيه. سبحان الله الحنان كمان بيخلي الولد يتعلق سواء كان بالكبير او بالصغير. بقى ما كنا نحب نطلع من عندهم عقد ما كنا ننبسط. تحسوا فيها الدلال كلوا انتي اعملوا، اعتبروا البيت بيتكم. لك من كتر ما كان يحكي معنا هذا الكلام عن جد بنات والله انا احس حالي شقد كنت اخجل. هلا هون نقيت الملوخيه،
حبة بحبتها كمان. صبايا أنا هون الملوخية الشغلة اللي عم بتضايق منها كتير بكون فيها عيدان. بقى العفو منكم مرات بدك تنقيها مرة ومرتين وثلاثة للحرص، وإنه عزيم يعني بتخافي أنتي يسود وجهك آخر الشي لا سمح الله يطلع غبراي أو شغلة. للأمان بعد ما نقيتها أنا، طبعا أنا في شغلات اختصرت عليكم لأني نقيتها أكتر من مرة. هون بخس لأنا المي الأفضل إنه تكون شوي دافية، عصرتها كتير منيح ما تركت فيها مي. بهذا الوقت أنا كنت سيل أفخاد. حتى في ناس ممكن تضيف للملوخية مثلا صدر دجاج او انه دجاج بحاله. بس انا للملوخيه بالذات بحب الفخاد لانه بحس انه يمكن الزفره تبعيتها بتكون اقوى وبتعطي نكهه كتير طيبه. انا هيك متعوده اني اجربها. الاصناف كمان اليوم اللي انا بدي اعملهم حابه اشاركهم معكم، هن الورق العنب، الملوخيه، والدجاج راح احطه بالفرن مع خضره مشكله وراح اشويهم. انا هون بنات عم بجهز الاكل، وفي شغلات عن جد رح اعتذر كتير منكم من كل صبية رح تشوف هذا الفيديو. انه اخر شي كنت حابة وانا عم باخد السفرة وبجهز كتير من الشغلات اسكبون حتى اني اشاركهم معكم. بس قال يا مستعجل تعال اقول لك. بعد ما خلصت تحميص الملوخية بنات، هلأ هون أنا كنت مقطعة حبات من الثوم، لأنه الثوم بالملوخية بشكل عام تعطيها طعمة زاكية كتير طيبة بتكون. وضفت لها الكزبرة اليابسة. كمان في ناس ممكن تضيف لها الكزبرة الخضراء. إذا بدكم تجوني أنا للصراحة ولا مرة عاملة الكزبرة الخضراء لا بالطبخ ولا بعرف إيش هي طعمتها، إنه إذا كانت طيبة أو لا. الصراحة مالي دايتها، بس هي أنا كتير بحبها. هلا ضفت الملوخية، بتحسوا هون الخطوات كلها خلصت. بس انتي طالع حبات الدجاج كمان وتضيفيه على الملوخية بتحسي حالك مخلصة. بتعرفوا بنات انا هون مالي مصدقة كيف اني اخلص. بس اغير العفو منكم لبسي، لانه بتحسي يوم اللي انتي بتقلي قلي سواء كان المقالي او السمبوسك او الملوخية، يعني اذا ريحة لبسك انتي بتكون كلها طبخ بتحسي هيك راسك كتير بيوجع. هون بقى رح احط الدجاج انا بقلب الفرن وراح اضيف معه الخضرة. بنات ايش ما بتحبوا انتوا انواع من الخضرة فيكم تضيفوا. انا ضفت البطاطا وبصل وحطيت فليفلة هيك حدة قلت لا غنى عنها مع الدجاج المشوي. بالاخص راح ادخنه انا بالفحم. كتير من المرات على فكرة انا بحط الباذنجان حتى بقى على دخنة الفحمة بيطلع هيك طعمته بتجنن. يعني فيك انت تعمليه متبل بالاخير. وانا اخر شي اعتمدت على الدجاج قلت خليه بالفرن مشان يطلع هيك سخن، بحيث اذا اكلوا يتهنوا بالاكل. هون انا قطعت الفتوش وعملت كتير من الشغلات المحمرة تبعت الكعك. بقت لا نايا خدي انتي المشمع ماما ومديه جوا
والأكل صرت بقى أعطيها لمصطفى، قال له أنت طبقه يعني مشان ألحق أنا بسرعة. بقى إذا في شغلات شفتوها أنتوا ما كانت منسقة بترتيب السفرة، حقكم علي، بس أعطوني رأيكم أنتوا بالأكل وبالشغلات اللي أنا حضرتها. وهيك كانت سفرتنا، الله يديمها نعمة يا رب علينا وعليكم. أكتر الشغلة إنه حسيت حالي إني نسيت تعبي فيها، لما بتلاقي هيك ضيوفك عم بياكلوا صحة ومليون هنا على قلبهم، وإنه بيعجبهم الأكل، آخر شي بيقولوا يا سلام، إنه عن جد كان الطعم غير شكل. حسيت حالي أنا هون بهاي اللحظة نسيت تعبي كلياته، ومأكول هنا يا رب. لهون حبايب أنا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا وأنتوا عم بتشوفوا الفيديو. تعطوني آرائكم كمان، وبرجع بقلكن عن جد. بعتذر إذا كان في شغلات هيك أنا كنت منقصت عليكم. بتعرفوا أنتوا بأجواء العزايم أكيد معظمكم بيحب إني أنا أشارك معه أكتر من هيك. إن شاء الله بالعزايم التانية، أو رح أشارك معكم كتير من الشغلات الحلوة. هلا بقلكن بشوفكم فيديو جديد، بحبكم من كل قلبي، بقلكن سلام.